قال على ياسين بونو شي ملي كنسمعوه بلسان الاخر سواء على مستوى الصحافه العالميه كما تابعنا وكذلك يعني بعض الاطر المختصه على مستوى التدريب الحراس فكيتابعوا بعض الميكانيزمات والاوتوماتيزمات وبعض الامور اللي كينفردوا بها بعض الحراس. وعلى سبيل المثال كيبقى ياسين بونو غيحدثنا عن هذه النقطه وكذلك ربما اثار انتباه من تابع يوم امس اداء ياسين بونو او السيد اشرف خضير مدرب سابق حراس مرمى المنتخب المصري معنا مباشره من مصر الشقيقه عبر التطبيق سكايب. اهلا وسهلا بك كابتن اشرف. اهلا وسهلا حضرتك، انا تحياتي لكم وكل اللي موجودين في الاستوديو والبرنامج الجميل بتاعكم طبعا، والقناه المتشافه على مستوى العالم العربي، القناه المغربيه الرياضيه طبعا. احنا كابتن اشرف كذلك تحيه متبادله، تحيه مغربيه للشق المصري، لانه تابعنا يوم امس سواء عبر القناه الرياضيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفرحه العارمه، فرحه يعني الاخوه والمحبه والعلاقات اللي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والمصري. يوم امس كانه المنتخب المصري هو من يلعب كاس العالم، هو من تاهل لدور ربع النهائي، لانه تابعنا فرحه هستيريا. خليك في البدايه تقربنا من تلك الاجواء وتلك الاحتفاليه وتلك الليله التاريخيه بالنسبه للشق المصري. خلينا الاول يعني اشكر القائمين على الكره في المملكه المغربيه، البلد العظيمه، البلد المغرب، بلدي الثاني، انا بعتبرها بلدي الثاني بعد مصر. طبعا القائمين على الكره والاستاذ فوزي لكح رئيس الاتحاد المغربي اللي هو قايم بدور كبير جدا بالنهوض بالكره المغربيه. وطبعا بهني الشعب المغربي، الشعب العظيم اللي احنا بنكون له كل احترام وتقدير. الشعب المغربي والشعب المصري واحد، وبهني طبعا جلالة الملك وبهنيه على اللي هو راعي الرياضة والرياضيين في المملكة المغربية. الله يبارك فيك. أنا بتكلم دلوقتي على فرحة عارمة تحظو الشعب المصري كله بأكمله، خرج الشوارع للاحتفال باليوم الجميل جدا اللي هو وصول المنتخب المغربي لدور الثمانية. ده إنجاز تاريخي وإنجاز عظيم جدا يحسب للدول العربية كلها، مش للمملكة المغربية بس، لأن الفرحة بتاعت المصريين والعرب على مستوى العالم العربي كلها فرحة من القلب فعلا. وإحنا كنا سعداء بتأهل المغرب، وأنا توقعت معاكم في آخر مداخلة إن المنتخب المغربي هيوصل لدور الثمانية، واحتمال كبير يوصل إن شاء الله لدور الأربعة بإذن الله في الأيام القادمة. وطبعا مباراة البرتغال هو تفوق على يعني المنتخب المغربي تفوق طبعا على منتخب كرواتيا القوي الأقوى كمان من المنتخب البرتغالي، وقادر ان هو يتفوق على المنتخب البرتغالي لان كمان كريستيانو رونالدو مش هيبدا المباراه من الاول، فهو طبعا هيبقى الدفاع المغربي مش هيبقى عليه عبء كبير جدا لان كريستيانو مش موجود. وبكريستيانو بغياب كريستيانو الان كنظن معنويات مرتفعه بالنسبه لعناصر المنتخب الوطني بخصوص اللقاء المقبل. قبل ذلك نتكلموا شوي على ياسين بونو، اعتبرك انت مدرب سابق لحراس مرمى المنتخب المصري، واحد من الكفاءات اللي اعطات مجموعه من الاسماء في تاريخ كره القدم المصريه في الفتره الاخيره. كيف رايت الاداء خصوصا مع تالق ياسين بونو، تصدياته، ابتسامته، ثقته، كذلك الخبره ديالو على مستوى كره القدم الاسبانيه؟ يعني الحمد لله، أنا أول ما نتوقع إن طبعا الحارس ياسين بونو إن هو يوصل للعالمية، إن هو يبقى رقم واحد في العالم. وفي القنوات التلفزيونية أنا طلعت واتكلمت من حوالي شهر ونص على ياسين بونو إن هو هيبقى الحارس رقم واحد في العالم، لأن هو عنده إمكانيات رهيبة جدا في حراسة المرمى. الجسم، التكوين الجسماني بتاعه تكوين عظيم جدا. تعامله مع الكرات بيتعامل بشكل جيد جدا. الكرات العاليه بيضرب بالبوكسات. يعني شفنا احنا الماتش اللي فات، طبعا المباراه اللي فاتت، ان هو طلع في كام كوره كده بالعرض وضربها بالبوكس، كان بيوجه الكوره بالبوكسات على الجناب عشان ما تشكلش اي خطوره. طبعا انقذ تصويبه كانت قويه جدا،
وطبعا بخلاف ضربات الجزاء، لان انا عارف هو بيتصدى ازاي. وطبعا انا مش هعلن على تصيد زي ان سين بونو بيتصدى لضربات الجزاء الا بعد كاس العالم، لان دي مهاره قويه جدا. كابتن اشرف، كابتن اشرف، خليها من بعد كاس العالم، خليها من بعد من بعد كاس العالم. هو اللي بعد كاس العالم. بس انا كان بيدربني الاسطوره بوشكاش في النادي المصري، كان مدربي في النادي المصري، وهو فعلا كان بيشوط عليا ضربات جزاء، وانا صديت منه من 3 ضربات جزاء 2 بنفس طريقه بونو ده، وانا عارف هو بونو بيعمل ايه وبيتصدى ازاي. طبعا انا مش هعلن على الطريقه بتاعت تصديات ياسين بونو. وانا شايف ان هو كان طبعا راجل المباراه الاول الماتش اللي فات. طبعا يعني انا بتكلم على حكيم سياج، اشرف حكيمي، يعني الناس دي عملوا مباراه ورا اروع المباراه اللي فاتت، وانا ان شاء الله منتظر منهم الكثير باذن الله في مباراه البرتغال. وانا متاكد ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي باذن الله هيرفع راس افريقيا حاليا. وانا قلت قبل كده ان المنتخب المغربي رقم 1 حاليا في افريقيا، وفعلا حصل، بدليل ان كل الفرق الافريقيه طلعت وخرجت، والمنتخب المغربي شرفنا وشرف الكره العربيه والافريقيه، واحنا كلنا بنسانده وهنفضل نسانده. وان شاء الله باذن الله جميعا يعني هننزل نحتفل ان شاء الله بفوز المنتخب المغربي وعلى المنتخب البرتغالي. وانا بحيي ان شاء الله اشرف خضر، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الانجازات تتواصل والتمثيليه العربيه تتواصل. الى امكن نخلوها كلمه ختاميه بعجاله الكابتن اشرف. انا بتكلم بس بالنسبه لوليد الركراكي، يعني المدرب العظيم المحلي اللي هو اثبت كفاءه عاليه جدا، واحنا لازم حذو المنتخب المغربي، ان احنا لازم يبقى عندنا مدرب محلي زي ما الكابتن حسن شحاته كده كسب 3 بطولات افريقيا، صح. وهو طبعا مدرب محلي. فاحنا دلوقتي بنحاول نجيب المدربين الاجانب، وده مش لصالح الكره المصريه، واتمنى التوفيق دايما للكره المغربيه. واحنا برضو في صدد ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا هنعمل مباراه قويه جدا بين المنتخب القدامى مصر ومنتخب قدامى المغرب في القريب العاجل. واحنا كنا اتفقنا مع حد في الديوان الملكي على هذه المباراه، وهنجيب النجوم طاهر ابو زيد، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، هنجي لكم ونعمل مباراه قويه بين المنتخب المصري مرحبا بكم في يعني في لحظه. البلد بلدكم، وشكرا لكم على هذه الاحاسيس وعلى هذا يعني الاحتفال اللي شاركتم من خلالها الشعب المغربي والجماهير المغربيه. هذا الانجاز المهم لكره القدم الوطنيه وشيء جميل. وعفوا مصر ما شاء الله، مصر بالنسبه للحراس شريف إكرامي، الحضري، ثابت شوبير، حسن علي، نجوم واسماء على مستوى حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية. وحينما يتحدث يعني خبير وربما عن السر في التألق ديال ياسين بونو، قال لك خليها بعد كأس العالم، يلا خليها نهائي كأس افريقيا ان شاء الله بين مصر والمغرب.